السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم في فيديو كيما نقولوا حنا باش نشوفوا الخروقات تاع لافاف كيما حنا، ونذهبوا الأمر الخروقات هذيا أي قاع تصرى من وزير. عمك الوزير والسما كاين إرسالية اللي بعثها الماء يتعدات كيما نقولوا حنا. الوزير كيما نقولوا حنا الوصاية كيما نقولوا حنا، هو بين الوصاية شكون؟ يا رئيس الدولة ولا الوزير الأول. بعث الإرسالية للوزير تاعو، الوزير تاعو يقول له ولدي اتحرك اخدم مع روحك، وعلاه راقد واش قاعد دير انت؟ والأدهى والأمر الأبواق الناعقة واش تقول لك؟ راهو الوزارة تضرب بيد من حديد. يا عباد ربي ما تدوخوش الناس، كيف تضرب بيد من حديد؟ راهو الوزير الأول يبعث الوزير تاعو اللي معاه يقول له ولدي تحرك، راك حشبتي بين الناس، حنا جبناك اخويا تنورنا على الاخر راقد. كيفاه انت؟ متحمر لي وجهي بس عندك ما عم بالك باه، ما عم بالك جد باباه الحلو في الله، ما عم بالك باه. والمشكله كيما نقولوا حنا كاين قبل البحث البرلماني بعث الوزير السابق كيما نقولوا حنا كسؤال كتابي، وحتى الوزير الحالي هذا بعث له سؤال كتابي ورد بوشيه رد كان سوف ناخذ انشغالاتكم بعين الاعتبار وسوف سوف سوف تاع سوف هذاك. واش يدير هذا البرلماني هذا اسمه مصطفى باصيري؟ يبعث رساله لمن؟ رئيس الحكومه، يقول له اسمع يا رئيس الحكومه، يا عندك لي سيليمون تاعكم راقدين، احنا بعثنا لهم قلنا لهم واش ديروا لنا واش ديروا لنا، ما رشعونا ما والو. اخويا هضر مع كيما نقولوا حنا الجماعه تاعك اخويا، يا اخويا ما عطاونا والو. احنا عطيناهم اسئله باه يجاوبونا جواب مقنع ووافي وكافي وشافي، ولا ما كاين شيء، هم قاعد يعقبوا فينا في الوقت. وكان خروقات كبيره يا رئيس الحكومه، وشكون يخلي الخروقات هذه؟ وعملها الرئيس الوزير تاعك، الوزير تاعك اللي عنده دوكا منصبين، منصب رئيس الفاف ومنصب وزير دوله. فهمت؟ هنا المشكله الادهى والامر الوزير الاول واش يدير؟ هذاك الارساليه هذاك زيد يبعثها الوزير الرياضه، الوزير الرياضه يرجع له جواب، يرجع للوزير الاول، يرجع له. والمشكله كي رجع له كيما نقولوا بمغالطه وباكذوبه، وزاد كذب عليه قال له لا ما كانش منها وعملناها وكيفاه وكيفاه وكيفاه. والخروقات باينه ناس منها برك كان يقول لك تاع المطابقات كيما نقولوا حنا القوانين تاعنا تاع لافاف كيما نقولوا حنا مع قوانين الفيفا، اي كلش كذوبه. انت من 2016 القوانين تاع الفيفا هذيا للدوكا ما عاقبونا ما والو، لكم نديروا مطابقه راح يعاقبونا من 2016 حتى ل 11 جونفي اللي عدى ل 2025 باه داروا المطابقه. هاو علاه ما عاقبوناش المده دي كامله. لو كانوا قبل راح يعملوا المطابقه ناضوا الابواق الناعقه اللي دوكا اللي قاعد تقول باللي راهو تو فا بيان، ناضوا الوقت هذاك قال لك لا ناضوا كونتر لا فيفا وكيفاه نفس العباد ونفس الاشخاص ونفس الابواق الناعقه اللي دوكا قلت لكم لا كلش بيان تو فا بيان، رغم انه كاين خروقات منها الخلق تاع ازدواجيه مناصب العمل، الخلق تاع واش اسمه تاع المستوى التعليمي، الخلق تاع العهدات. انت كيفاه انت دوله وما هذاك دوله رئيس دوله يقول لك عندي 3 عهدتين، تجي انت تعمل 3 عهدات تقول لا، والادهى والامر واش يكتب؟ يرجع لهم يقول لهم فوالا باللي راهو اني مشيت مع قوانين تاع الفيفا. ما قلتلكش قوانين الفيفا دير 3 عهدات. القوانين تاع الفيفا واش قالت لك هاو في الدروس موضوع حاجه الكبيره ان تكون كما نقول كاين الشفافيه، كاين الديمقراطيه، كاينه كيما نقولوا حنا احترام الاديان، كاينه واش نقولوا حنا حقوق الانسان. المشكله هذوما كل الدوله الجزائريه بعد في الدستور الجزائري كاين هذوما سمى هنا القوانين تاع الدوله الجزائريه اي مطابقه مع القوانين تاع الفيفا. كاين انت اخترقتي ودرتي البعبع تاع الفيفا وقلت بلي راح يعاقبونا، وعاقبتي الواحد تاعك كيما نقول حنا عاقبتي 3 حوايج: ازدواجيه مناصب العمل والمستوى التعليمي، والثالثه وش هي؟ الثالثه هي اللي كيما نقولوا كتب العهدات. 3 عهدات انت اخترقتي قانون الدوله الجزائريه، المشرع الجزائري يقول 2، انت درتي 3. هاو هنا المشكله. هاي الناس والمشكله هو الناس مش فاهمه.
حاطينك شغل احنا يا كونتا وليد يا ودي ما عندي حتى علاقه به، ما نعرفه ما يعرفني يعني. احنا مع القانون الدوله الجزائريه. هذا وليد صبي جاء بطريقه غير قانونيه لافاف، نحاولوا الناس كله جا داخل، ما عنده دبلوم، ما عنده حتى حاجه، قفلوا على السيد وعده هو. وبعيك هذا المشكله كي من بعد كي ولا واش دار اخترق القوانين. انا قلت لكم دار الحكايه تاع الخبراء وتمسخير هذيك، قلت لكم راح يعملوا عندي فيديو سابق حكيت على الخبراء، حتى مع مال الخبراء هذم او يقفل الديمينو، يقفلوا كيما نقولوا الدوبل بلون كيما نقولوا احنا، يقفل عليهم بواحد ما ينجم الخبراء نتاعو. وحتى النيفو تاع الجمعيه العامه والنيفو تاع البيرو اكزيكتيف راهو يولي طايح، لانه ما عندهمش فكر، ما عندهمش نيفو. الخبراء هذو تعبني كيما دوكا تشوف الجمعيه العامه هز يديك هز رجليك ما نعرفوش هي. ها وين وصلنا؟ اخترقنا قوانين الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه، اخترقناها قانون. ولاد هو الامر دوكا الرئيس الوزير الاول اخويا ما فهمتش، راك رياضي انت سابق سبحان الله العظيم، روح اخويا كما فهمتيش، وحجب خبراء كيما نقولوا احنا مستشارين تاع الصح ويقولوا لك واش كاين، بصح ما تجيبلناش الجماعه اللي باينين مع الجماعه دوك اللي قعدوا 40 سنه. اللي قعد 40 سنه السيده وما زالوا هنا وقاعد يحوس هنا او تاع حاصل ما عندنا، ما واش نقول لكم. توت فاسون باك انا واش حاب نقول لكم، هذا كيما نقول احنا وش الاخر، احترام القانون الدوله الجزائريه في تقسيط ما كانش منها. قلت لكم الماده 15 من قوانين تاع الفيفا وش هي؟ تغم الاتحادات الوطنيه المنخرطه في الفيفا، ترغمهم كما نقول احنا للفيفا، وتعطيهم كما نقول احنا عده نقاط لابد ان يكون القانون ينطبق عليها. وهذه المبادئ هي كما قلت لكم حقوق الانسان، عدم التمييز، العنصري، الديمقراطيه، وكل الحوايج هذوكم الكل. والمشكله هذه القوانين اللي قلتها لكم قوانين كامله الدوله الجزائريه ماشيه فيهم ومحترمتهم كما نقول احنا. فهمت؟ هنا كاينه حاجه واحده برك، ويقول لك لازم ما تعينش الدوله الجزائريه كما نقول احنا باه ما تدخلش كما نقولوا في الخروقات كما نقولوا تاع لافيفا، انه يكون التعيين الدوله الجزائريه جميع عينة واحد، ده من يعدي بالانتخاب. هيا دوك عندنا عدت الخروقات تاع الدوله كما نقولوا احنا تاع الجزائر كما نقولوا مع قوانين الفيفا، ولا كما نقولوا تعدينا على القوانين ما كانش منها، ومطابقه على القوانين هي باينه. قلت لكم هنا واش حاب نقول لكم يا ناس، هذوما داروها هما البعبع اللي داروا هذا باه يغلطوا الناس، ويا حتى الفيفا راح تسسبوندينا واحد تعاقبنا، والله ما كان ولا ما عاقبتناش قبل. هاو كنا حنديروا هذاك وقت صارش كان حيدير المطابقه تاع القوانين، قالوا عام ما خلاش هذاك الوزير، قالوا لا في العام الاخر ما نديروهاش، لانك شوفوا بدات الخروقات. انا قلت كل كومبلو مع بعضها من ثم بدا من الوزير هذاك تاع خالدي، وبدات تفلقوا كيما نقولوا احنا الرياضه الجزائريه والمنظومه كامله في الزهر بالتدخلات هذه. ها ومن بعد وش هي؟ وعلاه دوكا بقات 25 يوم ولا شهر على العهد كيما نقولوا احنا على البيرو فيدرال هذا اللي عدى تكميله الواحد، راحوا كيفوا القوانين وبدلوا القوانين، وعلاه هنا ما كانش. وعلاه شفتوا هنا هاو الكيد بمكيالين. هنا واش حنقول لك هنا بلا كلش مدروس، حابين هما اللي كيما نقول احنا يسيطروا على الناس الكل، قفلوا على الناس الكل. منهم بك القانون هذا اللي داروا هذا وليد صادي تاع لازم تكون في المكتب التنفيذي تاع لافاف باه يحق لك القانون تترشح رئيس. ذاك الشبل من ذاك الاسد، بس حنقول لا، ذاك الديب من ذاك الديب، لانك انت ولد الديب. لانه هذا الامر هذا تعمل له قبل كيما نقولوا احنا في اللاكاف اللي يحبوا يقفلوا كيما نقولوا احنا باه ما يترشحش تاع الكوديفوار هذاك وقت عيسى حياته. شكون اللي داره له القانون هذا طق طق طق، لازم تكون في المكتب التنفيذي باه يحق لك انك تترشح. قفلوا عليه وقفلوا عليه الطريق وما ترشحش، بقى غير وش اسمه تاع عيسى حياته. بصح من بعد كي جا هذاك احمد خدم في الاسامبلي جينيرال وحده نطيحوه ونحاوه بالاغلبيه. ان شاء الله هذوما فيقوا يا جماعه الجمعيه العامه، كيف تروحوا انتم تصادقوا على قانون
انت يقصيك من ثم يقصيك انت بعد اللي ما عندكش الدروة تترشح للرئاسة. انت داب انت ما قريتيش القوانين، كيف تروح كيما تذبح روحك بروحك، كيف كيما تتصادق على القانون اللي يقصيك انت باه تترشح. ولات هو عندكم حق، كيف هو عضو في جمعية عامة عنده حق الانتخاب وحق الترشح، وعلى وقت الانتخاب تسحقني ووقت ترشحنا وش داروا هادما ما فهمتش، راحوا ذبحوا روحهم بروحهم، نحاو خلاو حق الانتخاب هو ينتخب لانه وقت عبني وي وحق الترشح فوتا كونتا روحهم. افهم هذا. انا قلت لك الحاصلي زين نبداو اخويا، ما قلت نمشي مع قوانين الفيفا والشفافيه. هاي الشفافيه عم بك في القوانين الفيفا في الشفافيه وش تقول لك؟ انا عندك زوز ولا ثلاث حوايج. شي البيلون فينونس لازم وملزم عليك، لازم وملزم عليك ان النفقات هذوك ديطايهم وتمدهم للناس. قال لك كيما الحكايه دوك الحكايه تاع اللوتيل تاع الكوت ديفوار 10 ملايين، كيف واحد شو السيف هذه 10 ملايين؟ قلت بلاو عنا اي كانت عندنا مديونيه، كنا عجز ب 850 مليار ولا 750 وسلكنا 450 تاع لي جواب، وبعد هذوك عندنا فائض ب 450 تقريبا 1700 مليار. اخويا بين لنا اخويا ونديديه مادام هاي الشفافيه اي الفيفا تلزمك. وزيد حتى كيما نقولوا هنا بالتدقيق والتقرير المالي هذا ولا التقرير. وزيد نعطيك ثاني التقرير المالي والادمي لازم يكون منشور في الموقع الالكتروني تاع لافاف بالديتاي كيما نقولوا كامل. تروح دوكا والله ما كاين ويقول لك انا عملنا المطابقه. وين المطابقه؟ هاي الشفافيه باك في هذه باك ما كانش. هذه باك تاع وش اسمه تاع التقرير المالي والنفقات والتقرير الادبي ما كانتش. والله العظيم تكتبوا على الناس. واني قلت لكم راكم خلقتوا القوانين منها من ازدواجيه مناصب العمل، ناس كاين حتى تعدوا 3 مناصب ولا 4. ويقول لك انا قلت لكم اللي حكيت بقيه قلت لكم او يقول لك احنا وكي رجع له حق الجواب كي رجع للوزير الاول قالوا لا احنا مشينا مع القوانين تاع الفيفا. سما خفتي من الفيفا وفي الساعه القانون تاعك الدوله الجزائريه القاها انت. ويقول لك نحترم القوانين الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه وانا وخاف من الفيفا. وزيد يقول هذه الفيفا ما قلتلكش تدخل في تاع العهدات. انا قلتها لك تاع العهدات ما كانش منها. العهدات انت لازم تمشي واش كان كيما نقول حنا مع الدوله الجزائريه تاعك ومع القانون تاع الدوله الجزائريه تاعك. زيد واش نقول لك في الاكساليه ذيك اللي يكذبوا بها الناس ويقول لك هي الوزاره تضرب بها الحديد وهي الوزير اللي اعطاه كيف قال له الزامي انك تروح تستدل بالكفاءات والخبرات المحليه والدوليه حتى يعيشوا بخير. المشكله الكفاءات والخبرات هذو جيتي نحيتيهم الكل وجبتي انت لي ماكسيونير تاعك وحطيتيه في الاسامبلي جينيرال بتعقب كلش. يا ناس اول خطره يسرى بيان من عند وزاره وكما احنا من رئيس دوله الوزير تاعو اول كما احنا رئيس حكومه الوزير تاعو اول خطره. والمشكله نفس الاشخاص اللي مش حابه تحشم تقول لك حابين يبدلوا الخبر كما نقولوا خلاص ويقول لك الوزاره هي اللي راح تضرب يد من حديد وتمسخير هذيك وما شابه ذلك. فهمتي بيغلطوا في الناس. حاشولي ما كانش ردة فعل كيما نقول حنا ربي يستر برك. انا واش حنقول لك بقوس الموضوع نعطيها لكم برك اخر حاجه. والله العظيم كيف لوزير دوله كوزير يمثل دوله يمثل قوانين الجمهوريه اول واحد يضرب بعارض الحائط قوانين الجمهوريه. وشيه نعطوها الصوره تاعنا مع الخارج كيف ما اما كل حاجه يغلط بها هذا رئيس الفاف يعتبر يطيح على الوزاره. يا اخويا توفاصون انا جايبها نوركم ان شاء الله اخويا تتوعاو
وشوفوا الشيء هذا كامل راهو غلط. فهمت؟ ربي يستر برك. او لازم تدخل من رئيس الدوله تاعنا ديريكت يا عبد المجيد تبون، نحي لنا ديال الخروط وهذا نحيهم علينا. سلام.